تفكر إدارة نادي فنربخشة التركي في التعاقد مع الفرنسي ألان ماكسيمين لاعب نادي الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأفادت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية أن هناك رغبة من الإدارة في رحيل ماكسيمين لعدم تقديم المستوى المأمول منه خلال هذا الموسم. وذكرت صحيفة سبوركس في تقرير لها أن مسؤولي النادي التركي يستعدون لإجراء تغييرات كبيرة في الفريق في الموسم الجديد، حيث بدأوا في البحث عن بديل للاعب الصربي دوسان تاديتش. وأكدت الصحيفة أن إدارة فنربخشة وضعت نجم الأهلي الفرنسي ألان ماكسيمين على جدول أعمالها لضمه في الميركاتو الصيف المقبل. وزعمت ذات الصحيفة أن الفريق ذا اللون الأصفر والأزرق الداكن سيقدم عرضا للنادي السعودي لاستعارة اللاعب الفرنسي مع خيار الشراء. وانضم ألان ماكسيمين البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الأهلي في يوليو الماضي قادما من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها نحو 27 مليون يورو. وفي سياق منفصل تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي عرضا رائعا قد يعيده للعب في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل. ويلعب رونالدو مع النصر بعد انضمامه إليه في يناير قبل الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي. وأشارت المصادر لأن نادي باير ليفركوزن الألماني يرغب في التعاقد مع رونالدو قائد نادي النصر. وأكدت المصادر على أن رغبة ليفركوزن في التعاقد مع رونالدو جاءت بتوصية من المدرب تشابي ألونسو. يأتي هذا بعد أن قاد ألونسو ليفركوزن إلى التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم لأول مرة في تاريخه. وفي الموسم المقبل سيشارك ليفركوزن في بطولة دوري أبطال أوروبا بصفته بطلا للدوري الألماني، ما يعني أن رونالدو قد يعود للعب في دوري أبطال أوروبا مجددا إذا وافق على العرض. وعلى صعيد آخر كشفت مصادر مطلعة لذهب تي في عن دخول لاعب العين الإماراتي الدولي المغربي سفيان رحيمي دائرة اهتمام نادي الاتحاد السعودي لضمه خلال الصيف المقبل. وأوضحت المصادر أن نادي الاتحاد يسعى للتعاقد مع سفيان رحيمي الذي يرتبط مع العين الإماراتي بعقد يمتد حتى صيف 2025. وكان المغربي رحيمي قد قاد العين الإماراتي للفوز على الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.